استنى، عمرك سمعت إن البابونج ممكن يعمل حساسية؟ البابونج من أكتر الأعشاب اللي بنشربها وإحنا مطمنين، بس الحقيقة إن هو تابع لعيلة نباتات فيها نباتات تانية معروفة إنها بتسبب حساسية عند ناس كتير. لو عندك حساسية موسمية أو بتتحسس من التراب وحبوب اللقاح، ممكن جسمك يتفاعل مع البابونج ويظهر حكة، طفح جلدي أو تعيج بسيط. بس خليني أقول لك حاجة مهمة، ده ما يمنعش إن البابونج مفيد جداً وأغلب الناس بتستفيد منه من غير أي مشاكل. البابونج بيهدي الأعصاب وبيساعد على الاسترخاء، وعشان كده ناس كتير بتشربه قبل النوم علشان يناموا أحسن. كمان ممتاز للمعدة، بيخفف المغص، يقلل الانتفاخ، ويساعد في تهدئة القولون العصبي. غير كده ليه خصائص مضادة للالتهابات، وبيستخدم أحياناً لتهدئة التهابات الجلد وحساسية البشرة الخفيفة. علشان كده الخلاصة، البابونج عشبة مفيدة وآمنة لمعظم الناس، بس لو أول مرة تستخدمه ابدأ بكمية صغيرة وراقب جسمك، ولو حسيت بأي حاجة غريبة وقف استخدامه فوراً. لو أول مرة تعرف المعلومة دي اكتب لي في التعليقات، وتحب أتكلم عن أنهي عشبة تاني.